من منا أيها الإخوة الكرام ما يعرفش الآذان أن تقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. شكون من ما يعرفهاش؟ يا نعرفها تقولها خليني محشية نعاود نرد لك عليك الخبر نقولها لك دروك. شفتوا الغفلة؟ شفتوا الغفلة أيها الإخوة الكرام؟ من منا ما يعرفش باللي عند الأكل بسم الله. هيا شكون يرفد يده؟ حتى قال أهل العلم يا غلام سمي الله، الأمر يقتضي الوجوب، واجب تقول بسم الله. شكون ما يعرفهاش؟ كاع نعرفها طبقها في الواقع. إمام خلينا نتفكر من بعد نقول لك. شفتوا يا جماعة؟ من منا ما يعرفش باللي دخول السوق من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. جيب 1,000,000 حسنة وجيب 3 تاع بطاطا ورطل تاع ما نعرفش على الطوماطيس والشروفلال والخرشف. معمر الفيلي ومعمر فيلي وخد اخر تاع الحسنات. يا سعادتك ويا فرحتك. شكون ما يعرفناش؟ شكون ما يعرفهاش؟ الغفلة. في المقابل أيها الإخوة الكرام كاين ناس وهبهم رب العالمين في السوق اللي يسمعوا قبيل السوق راه حاط الرحال نتاعه والله ما عنده حاجة بيقضيها، يروح غير يقول الدعاء ويجي خارج. الله الله الله. وعاود الإمام نعاود لك معليش. وحدين الناس يا جماعة عندهم ما عندهمش حالة يروح يشري سيارة ولا البطاطا ولا خرشف ولا قش، يسمع باللي كاين سوق ولا يشوفه يدخلها بيذكر ويعاود يجي خارج بيدي 1000 حسنة 1,000,000 حسنة. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا الغفلة؟ وبالتالي قال أهل العلم النسيان ليس للإنسان فيه سبب، الإنسان ما فيش عندهش سبب أما الغفلة للإنسان فيها يد، تتخير وانت تحوس باه توصل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام ما صامش في رجب كما صام في شعبان. تقول النبي عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان أحب الشهور إلى رسول الله وما رأيته أكمل شهرا إلا رمضان وما رأيته صام في أكثر الأيام من الشهر كشعبان. وفي رواية أخرى كان يوصله برمضان، يبقى نهار ولا يومين يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام فيه. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا الغفلة ورانا؟ شفتوا الغفلة ورانا يا جماعة؟ من منا أيها الإخوة الكرام يرفد يده بنسلم لها على يده. شكون ما يعرفش باللي عندنا يوم الجمعة ساعة مستجابة وحدها أهل العلم قالوا بعد العصر حتى للغروب. من منا؟ ما كانش. بصح أنا نبغي القهاوي نبغي الشيخ. الشيخ واش تحكي لي أنت؟ واش العالم راك عايش فيه أنت الشيخ والراجل والهام؟ أنا نبغي الشياخة، أنا نبغي نتفرج، أنا نبغي المشاهدة، أنا نبغي القهاوي والديمينو حل وبلع. واش تحكي لي أنت الجمعة وبعد العصر وكذا وكي ندير نسحب نتحاسب مع السيد سالها دراهم. العصر ما نتحاسبش أنا، العصر عندي نتحاسب بدراهم. الله معليش أنت حر. شتو؟ قل زيد يا رسول الله لم أرك شهرا تصوم شهرا من الشهور مثل ما تصوم في شعبان. هذا زيد أسامة بن زيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل يا رسول الله ما شتكش تكثر الصيام كما شهر شعبان. واش قال له؟ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه. ما قالش ينساه نسوه، لا ما قالش نسوه، قال يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. شعبان هذا جاء بين رمضان ورجب. اللي صام في نهار ولا يومين ولا 3 أيام في رجب هي صيمة قبل نشرحك يا سيدي. ولا تقعد بالجوع. شكون قال لك انت؟ شكون غبنك تردها فرض؟ شكون قال لك انت؟ هو راه جاي رمضان وها المعزه هكذا كما قال جدي وجدك. ها سيدي يصوم هو يسلفك انت رمضان. شو الكلام كي داير؟ شفتوا يا جماعه؟ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه، يغفل الناس عليه في شهر شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة
قال لها وأحب أن أصوم فيه لأن شهر فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. جماعة على بالكم باللي كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرب رمضان. تدريب قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا ليت كون يوفقني ربي، يا ربي توفقني بأن نصوم غير الاثنين والخميس وثلاث أيام منه، ثلاث اثنين والخميس وثلاث أيام منه. وهذه درجة تاع الصالحين والأولياء، بعد تصوم من إلى وادخل عليك رمضان، درجة كبيرة تاع الصالحين يوفق رب العالمين، لأن فيه صبر، فيه احتساب، فيه رغبة. والمحرك أيها الإخوة الكرام، المحرك تاع الشيء هو اللي يخليك تضحي بكل شيء. أنا كون يقول لي بيا الإمام اللي راهم يروحوا للصيف راهم يجيبوا شاحنة تاع ذهب بصح دير دالة، معليش انا ندير دالة سالي وما تكاش الرقاد، معليش ما نرقدش، ومن بعد ما نرقدش اسي كي نحبس كاع من الرقاد، نشوف واحد يخلفني ونروح نرقد شويه نعاود نرجع، كما كانوا يديروا بكري على الباسبورات تاع الحج عند من اجل التاشيره الفيزا. الله يا جماعه كان اللي قاعد 3 ايام 4 ايام 5 ايام 3 ايام سيمانه باه يديها ويضحي عليه لانه هو قاصد وعارف الغايه. هؤلاء كانوا عارفين الغايه يا جماعه، للاسف الشديد ما ناش عارفين الغايه والهدف من هذا الصوم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحفظنا في ديننا ودنيانا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى.